فيلم اليوم كوميدي ومليان رومانسية مجنونة وقصص حب، وبيحكي عن ولد عليه لعنة وسحر، وهو أي بنت عازبة بينام معها وبيعمل كذا مزة بتلاقي عريس وبتتزوج فورا، وبيصيروا كل البنات تركض لتنام معه. بس لنا زر اللايك معلم وخلينا نشوف البنات وأحداث الفيلم المجنونة. وبيبدأ الفيلم مع مجموعة من الأولاد الصغار عم يلعبوا لعبة الصراحة، والزجاجة بتفتل على ولد وبنت وبيفوتوا سوا على خزانة الملابس. ونتعرف على تشارلي بطل الفيلم وعم يحكي مع رفيقه سام، وبتكون في بنت عم تضحك له، وبيفتل تشارلي الزجاجة وبيجي الدور على بنت مخيفة ومرعبة اسمها أنيشا. تشارلي بيخاف بس بيفوت معها على خزانة الملابس وبيطلب منها ما عاد تطلع على وجهه، بس هي بتقرب أكتر وبتحاول تعمل الكذا مزة. بس تشارلي بيصرخ وبيسمعوا سام برا وبيحكي، واخيرا تشارلي عم يعمل كذا مزة مع بنت. بس يا حرام تشارلي بيكون مرعوب، وانيشا بتقول لتشارلي بحبك وبدها تعمل كذا مزة بالغصب، بس هو بيهرب بطريقة مجنونة. وبتطلع انيشا لعنده وبترمي عليه لعنة وسحر خاص. وبتمر السنين وبيكبر تشارلي وبيكون مع صبية اسمها كارول نايمين على شط البحر، وبنص الكذا مزة كارول بتعترف بالحب لتشارلي. بس تشارلي بيحكي اوكي ببرود عجيب، وكارول بتعصب منه وبتنفصل عنه. بعد ايام بيروح تشارلي وصديقه سام على عرس وبيبصبصوا على البنات الحلوة، وسام بيروح ليتعرف على بنت، وتشارلي بيشوف كارول وبيروح يقعد على كرسي حدها، وبتوقف العروس وبتشكر تشارلي قدام الكل لانه هو بسبب سحره الخاص والكذا مزة لاقت عريس وتزوجت. وبيصيروا كل البنات على الطاولات يتطلعوا عليه ويغزلوه، وتشارلي مصدوم وبيطلع لبعيد وبيشوف بنت حلوة كتير جاي لعنده، بس بالغلط بتفوت بالجرسون وبتتعرف على تشارلي وبتخبره اسمها كاميرون وبتشتغل مدربة للبطريق، وبيضحكوا شوي مع بعض، بس كمان بالغلط بتوقع الشمع على تشارلي وبتعتذر منه وبتفل. وبيشوف تشارلي حبيبته القديمة عم تبوس شب الزاوية. وتاني يوم بيروح تشارلي لعند سام عالشغل وبينزلوا سوا من المبنى وبيشوفوا كارول بفستان العرس. شكله السحر اشتغل معها وبدها تتزوج اللي باسته بالعرس. وبيرجع تشارلي على البيت وبيسمع رسائل الهاتف، وبتكون كلها من بنات حابة تنام معه وتعمل كذا مزة. وبيشعر تشارلي بالاكتئاب، ومنرجع لعند كاميرون على الشغل وبيكون اخوها جيل جايب اكل للبطريق، بس لأنه متأخر على الشغل بترمي عليه سمكة، بس هو بيمسكها وبيرميها عليها، وهون كاميرون بتوقع بشكل صعب وبينكسروا اسنانها. وبهذا الوقت تشارلي بيكون بالسيارة ومعه وحدة حابة بشكل شديد تعمل معه الكذا مزة وتاخد منه السحر وتتزوج. وبنص الرومانسية بتتصل كاميرون على موبايل الطوارئ لتشارلي وبتطلب منه يساعدها ويصلح لها اسنانها المكسورة لأنه هو دكتور، وبالفعل بيروح على العيادة وبيساعدها وبصيروا يضحكوا مع بعض ويحكوا عن البطاريق. بس كاميرون بالغلط بتضربه بالعدة، وتشارلي لحتى يسامحها بيطلب منها موعد غرامي، بس كاميرون بترفض وبتفل. بس بعدين بتكتشف انه سيارتها خربانة وبتطلب مساعدة تشارلي. وبعد حوادث غريبة مصدرها النحس المرافق لكاميرون بينجح تشارلي انه يوصلها على البيت، وبتتشكره كاميرون وهو بيعزمها على العشاء بالمطعم، بس كمان بترفض العزيمة. وتاني يوم سام بينصح تشارلي ينسى كاميرون ويحاول يستمتع مع البنات اللي بتجي كل يوم لعنده على المكتب ليناموا معه وياخدوا السحر ويتزوجوا. وهون تشارلي بحس بالإثارة وبيشوف أول بنت جاي لعنده وبيعمل معها الكزمزة. بعد كم يوم تشارلي بيخبروا لسام انه هو ما عم ينبسط مع هدول البنات لانه معجب بكاميرون، وفجأة بيروح لعند كاميرون على الشغل وبيسألها ليش ما بدك نتعرف ونطلع مع بعض بموعد غرامي، بس هي بتتردد وما بتخبره. وبيجي جو اخوها وبيساعدها تتهرب من السؤال. بس بعد كتير من محاولات تشارلي بتوافق كاميرون تطلع معه بموعد غرامي، وبتكون كتير سعيدة لدرجة بتفوت بالعمود. يا لطيف هالبنت شو منحوسة. المهم تشارلي بينزل على الأرض ليطمن عليها وبيبوسها بوستين، وبيتأخر الوقت وبيروح يوصلها على البيت. وهون أعزائي المشاهدين بتصير الأمور أكثر إثارة، وبتستاهل تكبس لايك لأنه تشارلي وكاميرون على وشك يعملوا الكزمزة. بسام صديق تشارلي برن على هاتف الطوارئ بيحذره ما يعمل كذا مزة مع كاميرون لأنه اكتشف إنه كل البنات اللي عم يعمل معهم كذا مزة عم يتزوجوا فورا. وهون تشارلي بخاف وبيتردد وبيبطل يعمل شي لأنه بيحب كاميرون وما بده إياها تتزوج حدا تاني، وبيركض على البيت. وتاني يوم بيروح مع سام على الأوتيل وبيقرروا يعملوا تجربة على تشارلي ويتأكدوا من اللعنة، وبيشوفوا بنت سمينة وبيقرر تشارلي يعمل معها كذا مزة.
ليتأكد من اللعنة إذا صحيحة. يعني إذا هاي البنت تزوجت بعد ما نام معها بتكون اللعنة صحيحة، وتشارلي بيكون مصدوم، بس بيتشجع وبيطلب من البنت سمينة موعد غرامي وبيطلع معها وبيحاول يشرب كتير ليفقد تركيزه، بس بالأخير بيعمل الكزمزة معها. بعد أيام بيتعرف تشارلي على كاميرون أكتر وبصيروا يحبوا بعض، وبس تجي بنت جديدة لعنده على المكتب كرمال الكزمزة هالمرة بيرفض. كرمال يخلص من البنات بيلبس خاتم زواج بإيده وبيفرجيه على البنات العازبات اللي عم تجي لعنده كرمال يتزوجوا. وبيطلب من سام انه يحكي مع البنت السمينة ويرتبط معها فترة من الزمن كرمال ما تتجوز وتتأكد حقيقة اللعنة. وبالليل بيكون تشارلي عم يحكي مع كاميرون وبتسأله انت ليش عم تهرب مني وما بدك تلمسني، بس هو بينكر الموضوع، وهون كاميرون بتبعت له صور خاصة وهي بالبانيو. وتاني يوم سام بيتصل مع تشارلي وبيخبره انه طلع بموعد غرامي مع البنت السمينة وما شعر بأي رغبة او دافع او لعنة تدفعه ليتزوجها. وتشارلي بيطمن وفورا بيروح لعند كاميرون على البيت وبتسيطر الاجواء الرومانسية وبيعملوا لأول مرة الكزمزة. اللي فهم يكبس لايك. تاني يوم الصبح تشارلي بيصحى بكير وبيروح على المطبخ وبيشغل التلفزيون وبيشوف البنت السمينة اللي نام معها عم تمشي حد زوجها ببرنامج خاص بالحب، وفورا بيتصل مع سام اللي بيخبره انه ما عاد تواصل مع البنت السمينة لانه خايف يحبها بسبب اللعنة. وتشارلي بيخاف انه يخسر كاميرون وتتزوج حدا تاني بعد اللي صار بينهم امبارح، وبصير يعمل شغلات رومانسية فوق العادة تحبب فيه كاميرون. وكاميرون تتفاجأ بتصرفاته وبتسأله انت منيح فيك شي؟ وبعدين تشارلي بيحدد موعد مع كاميرون يوم الأربعاء لأن بهذا اليوم كاميرون تلتقي بالشغل بصديقها القديم جورج. وبيجي يوم الأربعاء وبتدخل كاميرون على الشغل وبيكون تشارلي مزين المكان بالورد، وبتدخل فرقة موسيقية وبيعطوها هدية كبيرة. وبعد ما تخلص الأغاني تشارلي بيطلع من الصندوق وبيغني بحبك يا كاميرون. وكمان بس تطلع من الشغل بتشوف سيارتها مزينة بالورد، وتشارلي بيطلع من الشباك وكاميرون بتطلب منه يعطيها وقت لتفكر. وتشارلي بيزعل وبيروح لعند رفيقه سام اللي بينصحه ينسى كاميرون، بس تشارلي بيكون حبها كتير وبيروح لعندها على الشغل وبيشوفها مع رجل عم يحضنها، وبيفكروا جورج حبيبها السابق وبيهجم عليه وبيضربه، وبيخبر كاميرون انه هو بيحبها وخايف يخسرها، بس كاميرون بترد لهون وبس انا ما عاد بدي اياك. وبتطلعوا الشرطة لبرا وبيشوف عامل نظافة وزجاجة على الأرض عم تفتل. وأخيرا تشارلي بيتذكر اللعنة والسحر اللي رمته عليه أنيشا لما كانوا أولاد صغار وعم يلعبوا لعبة الصراحة والخدانة المسكرة. وفورا بيروح تشارلي على بيت أنيشا وبتفتح له بنت صغيرة، وبس تيجي أنيشا بصير يتوسل لحتى تشيل عنه اللعنة. وأنيشا بتعزمه لجوات البيت وبتخبره انه هي نسيانة كيف عملت اللعنة، ومنعرف انه هي تجوزت وصار عندها اولاد وحياتها سعيدة. وتشارلي بضل عم يتوسل لحتى تسامحه وتشيل اللعنة، بس أنيشا بتنصحه انه ينسى كاميرون. وتشارلي بيزعل وبيروح على البيت وبضل يلعب بلاي ستيشن لحتى ينسى كاميرون. وبيجي لعنده سام وبيخبره انه كاميرون مسافرة على القطب الجنوبي مع صديقه جورج. وفورا تشارلي بيركب السيارة وبيروح على المطار وبيشتري تذكرتين سفر، وبيركض على الطيارة وبيشوف كاميرون عم تحط الشنطة فوق المقعد وبيعترف بالحب لكاميرون وبيعتذر عن تصرفاته. وكاميرون بتخبره انه رح ترجع يوم الأربعاء، بس تشارلي بيعطيها هدية وهي خاتم زواج وبفل. وهون كاميرون بتناديله يرجع وبتبوسه بوسة عنيفة، وبنفس اللحظة بتكون أنيشا رفعت اللعنة عن تشارلي. بعد سنة منشوف تشارلي وكاميرون برحلة بالقطب الجنوبي وبيبوسوا بعض بس لسانهم بيتجمد من البرد. وهيك بيخلص الفيلم. شاركوني رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا زر اللايك والاشتراك لأنه الفيلم الجاي خطير جدا. كان معكم نوردن، يلا سلام.